أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يعني للأمانة لم نكن نحبذ الحديث في هذه النقطة، لكن إخواننا العراقيين جرونا معهم لهذا المكان. الكثير طبعا من التعليقات للمواطنين العراقيين الذين نكن لهم كل الحب والتقدير كانت دائما تختلف مع ما ذهب إليه بعض الإعلاميين العراقيين وبعض الذين يعتبرون أنفسهم محللين رياضيين أو مدربين وطنيين. بعضهم تهجم على المنتخب الوطني للناشئين وتنمر عليه. البعض قال أن منتخبنا الوطني للناشئين بعض لاعبيه متزوجين، والبعض الآخر لديهم من 4 أولاد، وربما قال البعض الآخر أن أحدهم ربما يدرس في الصف الرابع. هؤلاء المدربين والمحللين الرياضيين الذين تحدثوا عن المنتخب الوطني للناشئين بعضهم ذهب إلى عمان لكي يدرب أحد الأندية ربما في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة أو ربما أكثر، وفشل حيث خاض 6 مباريات، خسر 5 وتعادل في 1 وتم طرده من عمان. البعض الآخر أهله لا يتقبلوه بحسب ما علق عليه الكثير من العراقيين الذين رفضوا رفضا قاطعا التشكيك في ما ذهبوا إليه من تزوير في أعمار المنتخبات الوطنية والفئات السنية للاعبينا. بين يدي مشاهدينا الكرام تقرير في ويكيبيديا، وكذلك هناك في الاتحاد الآسيوي وكذلك في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتحدث عن تزوير أعمار اللاعبين العراقيين. منتخب الناشئين عام 2008 حيث اكتشف الاتحاد الآسيوي وجود 10 حالات تزوير في أعمال اللاعبين خلال منافسات آسيا للناشئين في مختلف المجموعات، وقررت لجنة العقوبات في الاتحاد الآسيوي استبعاد العراق من النهائيات. منتخب الشباب 2012 أيضا في سبتمبر 2012 تخلف 9 لاعبين من لاعبي منتخب شباب العراق عن موافقة الوفد المغادر للمشاركة في البطولة الثلاثية لجانب الأردن وتونس، حيث احتجزتهم الجهات الأمنية بتهمة تزوير جوازاتهم. لدينا أيضا منتخب الشباب 2014 حيث ضم هذا المنتخب وكادره التدريبي المؤلف من رحيم حميد وإبراهيم سالم وعباس عبيد وعادل نعمة، وكانت بعثة منتخب الشباب العراقي إلى ميانمار للمشاركة في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما. وأكتوبر 2014 تضم 22 لاعبا، من بينهم فقط 4 لاعبين بياناتهم حقيقية وغير مزورة. واشترط نظام البطولة ألا تتجاوز مواليد اللاعبين عام 96، كون اللوائح تنص على مشاركة لاعب بأقل من 19 عاما. اللاعب أمجد رحيم ومهند الرزيق وعلاء مهاوي وشيركو كريم وبشار رسن وآخرون شاركوا وهم يعني أعمارهم كانت متجاوزة من 4 و5 سنوات. المنتخب الأولمبي العراقي عام 2015 حيث أعلن الجهاز الفني قائمته الأولية التي تمثل العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 22، وشهدت القائمة عددا من اللاعبين المتجاوزين للسن القانونية. والمدرب يحيى علوان تسلم قائمة فيها 31 اسم من دائرة العلاقات تخبره أن هؤلاء اللاعبين يتمتعون ببطاقة آسيوية ويحق لهم تمثيل المنتخب الأولمبي، لكنه تم استبعادهم لاحقا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قائمة 50 أيضا ضمت قائمة 50 لاعبين مزورين، ومن بينهم من تسلم الاتحاد الآسيوي نسخة من قيودهم الأساسية، وكان في صفوف الأولمبي من قام بتزوير بياناته سنوات عديدة وعدة بمثابة سرقة علنية لأجيال كثيرة يجب إيقافها. وأبرز هؤلاء المزورين لاعب إربيل مصطفى ناظم جاري الذي سبق أندية الديوانية والجوية ومن ثم إربيل ومن ثم جميع المنتخبات في فترات سابقة، وهو خريج كلية التربية الرياضية من جامعة القادسية، في حين أن قيده في جوازات الاتحاد الكروي يتحدث عن مواليد 93. كذلك المنتخب الأولمبي عام 2017 وأثناء التصفيات تبين بشكل واضح وجود لاعبين مزورين يبلغ مواليدهم ومواليد أحدهم عام 1992. فضيحة منتخب الناشئين 2018 وحل منتخب الشباب 2018
المنتخب الأولمبي كذلك 2019. هذا غيظ من فيض مما لدى المنتخبات العراقية من تزوير مشهود له من قبل لجان الاتحاد الآسيوي ومن قبل لجان الضبط القانونية، لجان الانضباط في الاتحاد الآسيوي وفي الفيفا وفي المشاركات الأولمبية وفي بطولة غرب آسيا والكثير من المشاركات. لذلك نقول لهؤلاء الإعلاميين: لا تحاولوا أن ترموا بيوت الناس بالحجارة وبيوتكم من زجاج. إذا كنتم ترون أن لاعبي المنتخب العراقي الناشئين لعبوا أمام رجال اليمن كما قالت بعض مواقعكم، فنحن ولدنا رجالا وتشربنا الرجولة من حليب أمهاتنا مذ كنا أطفالا ناشئين رجالا في الأصل، فهم يذوقون الكثير من الويلات بغية إسعاد الجماهير اليمنية ورسم الابتسامة على شفاههم فقط. نحن منتخباتنا ولاعبونا لا يحصلون على ما تتحصل عليه المنتخبات العراقية من دعم كبير ودعم واسع، لأنه كل ما يسعى إليه لاعبونا هو أن يرسموا البسمة على شفاه الجماهير اليمنية التي تعاني من البؤس والحرمان والجوع والمجاعة والفقر والفاقة. أما أنتم فهؤلاء اللاعبين يلعبون ويستمتعون من أجل أن يحصلون على المكافآت الكبيرة. منتخبكم للناشئين الذي خاض لقاءه أمام عادل عباس بمفرده، هذا المنتخب لم يحرك ساكنا في هذا اللقاء ولم يستطع أن يمرر رمية تماس واحدة بشكل صحيح، بل لم يقدم جملة تكتيكية صحيحة أمام لاعبينا. منتخبكم هذا كان قد عسكر لمدة 6 أشهر وخاض 6 مباريات ودية، بينما نحن لو حصلنا على ما حصلتم عليه صدقني من الممكن بهذا المنتخب أن نأخذ كأس العالم للناشئين وليس بطولة غرب آسيا فقط. لذلك عليكم أن تراجعوا أنفسكم وتعرفوا أنتم تتحدثون عن من. نحن نحترم العراق ونحب العراق، لكننا نحن اليمن ونحن اليمانيون، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد.